جاهز لملخص جديد يا صاحبيكا؟ طب يلا بينا نروح مع بعض في رحلة جديدة، وهوديك دلوقتي كندا. مروق عليك، انا واخد بالك. بيبدأ المسلسل بتاعنا في كندا، خصوصا جامعة لوسال المجوهرات مع الدكتور دانيال. بيكون الدكتور عامل امتحان عشان يحددوا انواع الاحجار الكريمة الموجودة قدامهم، وكمان عشان يعملوا بيها مشاريعهم. بيكون كل الطلاب موجودين ما عدا طالبة واحدة، وهي دان اللي هي بطلة مسلسلنا. واول لما بتيجي متأخرة بيقول ان هي قدامها 20 دقيقة مش اكتر عشان تخلص الامتحان، ولما بتسأل السبب بيقول ان هو عاوز يظبط الساعة البيولوجية بتاعت جسمها علشان ما تجيش بعد كده متأخرة. بعد الامتحان بتنزل وبتسأله اذا كان شغلها كويس، فبيقول ان هي من اشطر الناس اللي عنده في الفصل، ولكن عندها مشكلة واحدة بس وهي التأخير، وكمان انها بتستخدم معدات بديلة للمجوهرات، وده ما ينفعش. لازم تحط الجواهر علشان بيكون شكلها احسن بكتير من المواد البديلة، وعلشان هو عارف انها بتشتغل علشان توفر الفلوس دي فهو مش بيتكلم، ولكن لازم بعد كده تقدر انها تعمل حاجات تنافس بيها اغنياء عندها القدرة دي، ولكن هي مش قادرة انها تستغلها. وبيمشوا وبيسيبها، وبعدها بتروح على شغلها في المطعم، وبتكون قاعدة مع صاحبتها وبياكلوا سوا، وبتكون هي سرحانة. بتقول لصديقتها انها محتاجة فلوس، فبتقول لها انها شغالة 3 شغلانات ولحد دلوقتي محتاجة فلوس، فبتقول ان الفلوس بتاعتها بتروح على السكن والاكل، والباقي كله مش بيكون كافي علشان تجيب المجوهرات للجامعة، لان الموارد بتاعتهم غالية جدا. فبتقول صديقتها ان هي اللي دفعت الايجار اساسا الشهر اللي فات، وان هي برضو الموضوع معاها مش الطف حاجة. طب بتقول صاحبتها ان هي عارفة ده، وانها مش عايزة تحملها فوق طاقتها، ولكن صاحبتها بتفتكر موضوع وهو كارت لشركة بتدي قروض للطلاب. لما بتروح عشان تاخد قرض بيطلب منها ياخد كل بياناتها الشخصية علشان يقرر يديها قرض ولا لا. ولما بيشوف ميسيو مارك انها في كلية تصميم المجوهرات بيرفض ان هو يديها حاجة، وبيقول ان هي اكيد مش محتاجة القرض ده، وان هي في جامعة اساسا بتحتاج فلوس كتيرة جدا. فبتقول ان هي طفلة متبنى، وان زوج امها اللي هي عارفاه مش هيدفع اي حاجة ليها، فبيرفض ان هو يديها برضو القرض. بعدها بتروح في مكان للبيع المتجولين، وبتعرض في الحاجات اللي هي شغالة فيها، وبتكون شبه الأصلية بشكل كبير، عشان كده بتقدر إنها تبيع فيها بسعر كويس نسبة للسعر الأصلي. بتقابل هناك شاب صيني زيها اسمه لين زاهي، وده بيكون واحد كل علمه في الحياة إن هو يكون معاه مصاريف الشهر بتاعته، وبيتعرفوا على بعض، ولكن الحكومة بتيجي عشان تاخد حاجتهم، فبيطلعوا يجروا ويروحوا على سوق تاني، وبيقرروا إنهم يكونوا أصدقاء عمل. بالليل لما بترجع بيتها بتكون فاتحة اللابتوب بتاعها، ولكن بتشوف خبر بيخليها تعيط وتزعل جدا، وهو إن والدتها ماتت. بنشوف إن والدتها اتحبست وهي صغيرة، وزوج أمها طبعا وداها لدار أيتام، وبتكون قاعدة مش مركزة في شغلها. وبعدين بتروح للصين لأنها بتكون قررت تروح تشتغل في الشركة اللي والدتها كانت بتشتغل فيها زمان، وبتفتكر لما راحت معاها أول مرة كانت والدتها دايما مشغولة عنها بسبب شغلها. لما بنرجع دلوقتي بتقول لفرد الأمن إن هي عندها انترفيو دلوقتي، وبيطلب منها تروح على السكرتيرة علشان تسيب بياناتها، وبعدين تطلع على الاتش ار. لما بتطلع فوق وبتعمل المقابلة الشخصية بيعرفوا إنها طفلة متبناه ومش بتسأل عن حاجات كتير عن شغلها أو كده. بتكون البنت مستغربة حتى إن المقابلة بتخلص بسرعة جدا، ولما بتسأل هتعرف منين إنها اتقبلت، فبيقولوا إنها تتابع معاهم وإنهم هيتصلوا بيها على الرقم اللي هي سايباه تحت. السواق بتاعه بيقول إنها أكيد بتبيع مجوهرات مزيفة، فبيقول السواق بتاعه إنه مش مهتم، وإنه هينزل ياخد المشوار على رجله عشان مش عايز يتأخر. ولما بينزل بيلاقي إن في حرامي سرق الحاجة من دان، فبيقدر إن هو يمسكه ويرجع لها الحاجة، ولكن للأسف تليفونه بيتسرق، فبتطلب منه ياخد منها فلوس عشان تعوضه على التليفون اللي اتسرق، ولكنه بيرفض. بعدها بيفضل يتفرج على المجوهرات بتاعتها، وبيقول إنها أكيد ليها علامة تجارية بتشتري منها، ولما بتقول إن دول بتوعها مش بيصدقها، وبيمشي وبيروح الحفلة. بيقابل دانج المدير التنفيذي للشركة، بيكونوا الاتنين مش بيحبوا بعض، ولما بيسألوه هو ليه مش بيرد على التليفون بتاعه فبيقول إنه هو ضيعه بالغلط. وبعدها بيطلع أستاذ دانج على المسرح، وبيقول إنه بمنصبه كمدير تنفيذي للشركة ومدير مجلس الإدارة حابب يشكر كل الموجودين النهاردة في الحفلة، وبيبدأ تقديم عرضات الأزياء عشان يوريهم كوليكشن الجديد من مجوهرات الشركة. لما بينزل يقعد مع باقي المديرين بتيجي المساعدة بتاعته، وبتبان إن هي شيك جدا حتى في كلامها، والكل بيحسده وبيسألوه هو عرف يجيبها منين، لحد ما بتقول له حاجة في ودنه، وبيقوموا هما الاتنين وبيمشوا. بيطلعوا الواحد اسمه مايكل، بيكون ده هاكر وعايزينه يهكر تليفون جون المسروق، فبيقول ان ده مكلف جدا، فبيقول له ان اخر حاجه هي الماده، ولكن جون على طول الخبر بيوصل له لان هو برضه مش سهل، وبيكون كل همهم انهم يشوفوا ملفات من عنده عن الشركه عشان يخسر التصويت في المجلس، ولكنه بيتصرف وبيتكلم مع واحد يعرفه وبيطلب منه يحط فيروس على الملف عشان اي حد حاول انه يفتح اللاب بتاعه يبوظ. وبالفعل بنروح عند مايكل اللي بيكون فتح التليفون، ولكن لما بيوصل الملف اللابتوب بتاعه بيعمل سوفت وير، وبيكون متعصب جدا لان كل حاجه عليه راحت، فبيطلب دينج من رجالته انهم يحاسبوه، ولكنه لازم يمشي من الصين نهائي. تاني يوم بتكون بطلتنا واقفة على الكوبري بتبيع حاجات، وبتقول للبنت اللي عايز تشتري منها السلسلة دي ب200 ين، لكن في الوقت ده بتيجي مكالمة من الشركة انها اتوظفت معاهم، فبتعمل خصم على كل حاجة وبتكون ب20 ين بس. بترجع البيت وبتفتكر والدتها اللي اديتها خاتم قبل ما تتحبس بساعات قليلة، واهلها التانيين اللي يدوها سلسلة علشان تعلق فيها الخاتم، وبتكون كده مجمعة ذكريات العيلتين سوا.
تاني يوم في الشركة الكل بيتكلم عنها وإن هي جميلة وإنها انضمت للقسم بتاعهم جديد وهتكون المساعدة بتاعة المصممة، وبتكون هي جاية متأخرة كالعادة وبتركب الأسانسير بسرعة، فبتقابل جون وبتسأله وهو ماشي وراها ولا إيه، وهي المرة اللي فاتت حاولت إنها تديله تعويض ولكن هو اللي رفض، ومش بتكون عارفة مين ده أساسا لحد ما بتقابل واحد من الموظفين في الشركة بالصدفة وبتعرف منه إن ده جون المدير العام للشركة. بيكون الموظف ده هو المدير بتاعها وهو كانج اللي بياخدها علشان يعرفها على بقية الموظفين اللي بتقول إنها سعيدة جدا إنها تكون شغالة معاهم الفترة اللي جاية، فبيقول لها إنها تروح وتختار المكتب بتاعها في أي حتة فاضية. ولما بتسأل زميلها عن جون بيقول إنه شخص خطير جدا وإنه هو دايما عصبي وإنها لو تقدر تبعد عنه يبقى كويس جدا عشانها. وزميلتها الرغاية دي بتاخد منها رقم تليفونها وبتقول لها إنها تدخلها في الجروبات بتاعة الشركة. وبعدين بتشوف السيد دانج وهو في اجتماع مع كل المديرين اللي منهم السيد جون، بيتكلم من الوضع المالي الحالي لفرع من فروع الشركة اللي هو موجود تحت قيادة جون وضعه مش مستقر تماما وانه هيأثر على بقية الشركات، وبيقول انه من الافضل يوقفوا الشغل تدريجيا من الفرع ده وانه ما يكونوا خسروا فرع كان جايب فلوس كتيرة جدا الفترة اللي فاتت، ولكن بدأ انه يكون حمل وعبء عليهم. ولكن طبعا جون مش بيكون موافق وبيطلب منهم اخر فرصة علشان يقدر يثبت انه هيقدر يرجع شركات الرعاية تاني والفرع يقدر انه يقوم على رجله على عكس اخر سنتين. وبعدها بنشوف بطلتنا وهي رايحة تزور قبر والدتها وبتقول لها انها بقت شغالة في الشركة اللي هي كانت شغالة فيها وان هي قريب جدا هتقدر تبين الحقيقة وان هي كانت شخص مظلوم ولكن لسه بدري لان هي لسه متوظفة جديد. فلما بترجع الشركة بتقعد مع زميلها بيجي عصفورة وبيقول ان هو سمع ان الفرع بتاعهم هيتباع، ولما بتسأل ليه ده بيحصل لان الفرع ده كان من اكبر الفروع بتاعتهم، خصوصا ان المجوهرات اللي بتتباع بتحقق اعلى ايرادات في السوق كله، ولكنه بيقول انه مش هيكون بيع رسمي ولكن هيكون تغيير لاسم الشركة وغالبا هيكون برضو تغيير للكارير وده ممكن يأذي المصممين مش اكتر. وبعدين بيجيب سيرة تانج والدة دان وبيقول ان هي ارتكبت خطأ من سنين ولكن الخطأ ده كان فيه حاجة غلط لان هي مستحيل تقع في غلطة عبيطة زي دي كانت مؤسسة الشركة مع السيد جون زمان. ولما بتحاول دان انها تجيب معلومات زيادة تخش عليهم كانج وبيقول انه مش بيحب الرغايين وبيديهم مهلة 3 ايام عشان يقدروا ينفذوا المشروع بتاعهم اللي ممكن انه ينقذ الشركة، ولكن مفيش وقت خالص انهم يطولوا في الشغل. وبعدها بنشوف لان زاهي وهو راجع من السفر وبيتكلم مع خولي بيكون مشغول جدا وبيقول له على المكان اللي هو هيروح علشان يتقابلوا فيه واللي هي بتكون الشقة بتاعتهم، وبيتكلم مع دان وبيفكرها بنفسه وبيقول لها ان هو بقى في الصين وممكن يتقابلوا. وبعدين بنشوف السيد جون قاعد مع الراعي بتاع شركتهم وبيوريه اخر التصاميم للعقد اللولي بتاعهم واللي بيكون شكله فاخر جدا، ولكن لما بيديه الخطة المستقبلية بتاعت الشركة واللي بيكون قيمة العقد فيها 20 مليون دولار وده بيكون رقم كبير جدا، وبيقول ان هو غالبا مش هيقدروا يوافقوا عليه لان الرقم عالي بالنسبة لان الشركة اخر سنتين مش جايبة الايرادات ولا الارباح اللي هي بتجيبها اخر 10 سنين، وان هو حتى لو وافق اكيد مجلس الادارة عنده مش هيكون موافق تماما، وان هو عارف ان الشركة بتاعتهم تقدر تعمل اللي هو عايزه وتقدر تنافس ولكن ده هيكون فيه ريسك كبير. بعدين بتشوف ان لان زاهي بيكون اخو جون وبيتقابلوا سوا، بيكون طبعا جون مش عنده وقت عشان دايما عنده شغل واخوه بيقول ان هو مش عارف هيعمل ايه بعدين، ولكن كده الخطة الوحيدة هو انه يرجع بلده لان هي وحشته. بيعرف دانج ان جون هو اللي عامل الخطة المستقبلية بتاعة الفرع مش المتخصصين في الموضوع ده، وبيكون صاحب منهم الورق، فبياخد المديرة اللي هي المساعدة بتاعة جون وبيقول ان جون دايما بيقول انها غير ناضجة ولكن يجي منها، فبتتعصب جدا ان هو قال كده وبتقول ان هي بقالها 10 سنين شغالة في المكان، فبيقول انها مش لازم تتعصب وان هو واثق فيها انها تقدر تاخد مكان جون اساسا بعد فترة. بعدها بنروح عند كونج بنشوف ان هو بيسرب التصميمات لشركة منافسة وعشان كده اخر سنتين مش قادرين انهم يحققوا حاجة، وبتكون التصميمات دي بتاعت دان اللي هو بيكون منبهر بيها جدا. دان بالليل بتكون قاعدة مش عارفة ترسم ايه بالظبط ولكن بتفتكر والدتها لما قالت لها ان الخيال ساعات مش لازم يكون في بالنا على طول، ولكن لو هدينا شوية واخدنا شوية مية هنقدر نشوف حاجة حوالينا نستمد منها فكرة. بالفعل بتعمل كده، بتبدأ انها ترسم، وبعدها بنشوف جون قاعد مع الراعي بتاعهم وبيعرض عليه المرة دي نفس النسبة واللي هي 20 مليون، ولكن المرة دي مع زيادة في الأرباح ل5 أضعاف، وده بيكون عرض مغري شويتين بالنسبة للراعي. طبعا بيتفقوا سوا ان البند ده مش هيكون واضح في الاتفاق ولكن هو عند كلمته، فبيتوصلوا للاتفاق سوا، والكلام ده بيوصل لدانج وبنعرف ان هو وقع الاتفاق وبيكون مستغرب جدا، والسكرتيرة بتاعته هو اللي بيخش المكتب بتاعها، بتلاقي ورق على المكتب بتاعها بيبان ان هو مجلد صور ولكن مش بنشوف بالظبط مين اللي جواها، ولكن هو بيكون في حد في مستشفى. بعدها بيحصل التعاون ما بين جون والراعي الرسمي بتاع الشركة، ولكن وسط الحفلة بتحصل حاجة غير متوقعة بتكون نتيجة للصور اللي هي لسه شايفاها، والجرايد كلها بتنزل ان هو استغل اسم تانج وهي في الغيبوبة وخلاها تمضي على حاجات في الشركة علشان يكبر اسم الشركة على حسابها، وطبعا الراعي بسبب الموضوع ده بيوقف الشراكة مؤقتا. طبعا بيكونوا لازم يعملوا اجتماع مفاجئ وبيسأل دانج في كل المديرين اذا كان عندهم حلول، وبيقول جون ان هو اكيد هيتعامل مع الموضوع بذكاء، وبيقول ان هو مش عنده اي شك في ان هو اكيد هيحل الموضوع ولكن هو عايز حلول قدامه حالا.
وكل المديرين التانيين بيكونوا بيرموا لهم على جون، ولكن جون بيقول ان هو عنده مستندات تثبت عكس كلام الصحافه تماما، وان هو ما خلاش تانج تنقل الاسهم بتاعتها ولا حاجه، وان هو دايما كان خايف على مصلحه الشركه مش اكتر. ولكن لما دان بتروح عند عمتها اللي هي تعتبر ربتها وكانت مع والدتها في اللحظات الاخيره، بتعرف منها ان جون هو اللي كان جنبها في اخر ايامها، وانها شافته في مره بيخليها تمضي على حاجه، ولكن طبعا هي كانت بره ومش عارفه اذا كانت والدتها صاحيه وبتقدر انها تمضي او تبصم، او هو كان بيجبرها على ده، وبتكون مش عارفه تعمل ايه. ولما بترجع الشركه بتقعد مع زمايلها في اجتماع بتشرح فكره التصميم بتاعها والكل بيعجب بيها، وبيطلبوا منها انها تروح مع كونج عند جون عشان توريه التصميمات بتاعتها. ولما بتروح هناك بيقول ان التصميمات دي فيها روح المصممه تانج، وانها لو نزلت دلوقتي شايف انها تكون مش في مكانها الصحيح. ولما بيرد مدير التصميم بيقول ان هو كان بيسأل دان، طب بترد عليه بطريقه جريئه شويه وبتقول ان هو لو مش عنده حاجه خايف عليها او خايف انها تطلع ينزل التصميمات دي، خصوصا انها هتجيب ايرادات كتيره جدا هتساعدهم في الرعايه والدعايه بتاعتهم. بيقول كونج ان البنت دي عندها فن كتير جدا وبياخدها وبيطلع لان هي بوظت الدنيا خالص بطريقه كلامها، ولكن المدير بيطلب انه يطلع في مؤتمر صحفي بكره وبينصحها كونج نصيحه لوجه الله، وهي ان الموهبه مش كفايه عشان تكمل في الشغل، وان الشركه دي لو هتتقسم لفئات فهم ذئاب واسود، وهي عباره عن خروف مستني دوره في الموت مش اكتر. بعدها بنشوف لين زاهي وهو جاي يقدم في شغل في الشركه بتاعت اخوه، بيكون مش قايل لاخوه حاجه خالص، ولما بيشوفه بياخده طبعا على السطح وبيهزقه ان هو بقى عنيد وبيمشي الدنيا على مزاجه، فبيقول ان هو بقى راجل وان هو شايف انه ممكن يعمل كده بسهوله يعني. بعدها بينزل للتيم بتاعه وبيعرف نفسه وبيقول انهم ينادوه باسم جاكي، بيطلب من رئيس القسم انها تعمل له مكتب عشان يبدا شغله، وبيدي كلمه لاصدقائه وان هو هيحاول على قد ما يقدر يساعدهم. وبعدها بنشوف جون اللي قاعد مع المساعد بتاعه وبيعرض عليه فكره، وهي انهم يقولوا ان الاسهم بتاع التانج كانت مؤقته لحد بنتها ما تظهر، ولكنه بيرفض لانه هيكون في اطراف كتيره جدا في الموضوع ده وده هيدور الشركه، ولكن هو عنده فكره تانية خالص. وبنعرف ان في حد اسمه زهران مستني بفارغ الصبر ان هو يجي الشركه وياخد الاسهم بتاعته. بعدها بيطلع في لقاء على التلفزيون وبيقول ان كل الاملاك بتاعته والاسهم اسهم قانونيه، وبيثبت ده بالاوراق، وبيقول ان هي كانت صديقته في اخر ايامها وكان دايما جنبها علشان مرضها، وبيعرض تصاميم ليها كمان بتكون هي التصاميم بتاعت بنتها، وبيقول ان ده اكبر اثبات ان هو بريء، وبيتمنى ان الصحافه تتاكد من كل المعلومات بتاعتها قبل ما يقولوا اي حاجه. بيقول دانج الواحد من المديرين انه لازم يتعلم من جون حتى لو كان مش بيحبه، وهو انه يقدر يستفاد من الازمات عشان يقدر يكمل في الشركه. بعدها بيروح لين زاهي عشان يقابل دان، وبيقول لها انه بقاله فتره ما شافتوش، واول لما بتشوفه لازم تكون مبتسمه، ولكن هي دلوقتي مزاجها مش كويس، فبتقول ان هي اكيد فرحانه انها شافته، ولكن دلوقتي مزاجها مش كويس خالص بسبب انها خايفه من الشركه، ولكنه بيطمنها وبيقول ان الشركه دي من افضل الشركات وانها لو قربت من جون هتكون في امان. فبتقول ان في حياتها كلها دايما كانت بتقابل ناس مش عايزه مصلحتها، وحتى الناس القليله جدا اللي كانوا كويسين الخير فيهم ما كانش باين من الشر، ودايما الانسان بيكون عنده طابع مش كويس، عشان كده هي دايما ما فيش ثقه عندها في الناس. فبيقول انها اكيد منتظره منه انه يقول انها بتفكر بزياده، ولكن هي عندها حق، وبيوريه ان حياته وهو صغير ما كانتش احسن حاجه، خصوصا ان ابوه كان عامل بسيط وكان بيخلي ولاده انهم ينزلوا يبيعوا حاجات، والدته ماتت اول ما ولدته، وبعدها والده مات، وهو فضل هو واخوه بس في الدنيا دي. فبتقول انهم شبه بعض جدا، فبيقول انه عشان كده لازم يكونوا قريبين من بعض، وانه دايما هيكون معاها، وانه طلب يكون معاها في الاسم عشان يساعدوا بعض. بعدها بنشوف جون في العربيه وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه، وبيقول ان البنت اللي كانت على العربيه وبتبيع المجوهرات هي المصممه بتاعته دلوقتي اللي موجوده في الشركه، وبيقول انها مجتهده وشاطره، ولكن هو عايز يختبرها كذا اختبار لان هي لسه جديده ولازم يطمن الاول من شغفها في الشغل وكل الكلام ده. بالليل لما بيرجع وبيقعد مع اخوه بيعرف ان هو بيستخدم قوته كهاكر علشان بيخش يشوف بيانات الشركه ويحاول يساعده، وبيلاقي في حاجات غلط في قسم التسويق واللي بيكون ماسكها زهران، وهو بيقول ان هو شاكك اساسا ان هو بيختلس فلوس من الشركه. بعدها بتروح دان عند كونجو بتقول انها لسه زعلانه ان الرسومات بتاعتها اتخذت بانها باسم تانج، وان هي لحد دلوقتي مش فاهمه ليه ده حصل، فبيقول ان ده كان السبيل الوحيد عشان ينقذ الشركه، وهي اكيد مش هتكون مبسوطه لما الشركه تقفل، فبتقول ان اكيد طالما مصلحه الشركه هي هتكون موافقه، ولكن هي كانت متعصبه لان هي تعبت فيه، ولكن لما بيوعدها ان الشغل الجاي هيكون باسمها عادي جدا. بعدها بتروح تقعد مع جون اللي بيكون قاعد يصمم خواتم، وبتقول ان هي مش بقالها فتره كبيره في الشركه، ولكن هي عندها شغف كبير جدا تجاه الشغل، وبتطلب منه تكون المسؤوله عن التصميم اللي اتخذ منها، فبيقول ان هو عمره ما شاف مساعد المصمم بتعمل كده، فبتقول ان هي مختلفه عن الباقي وان هي مش بتأمره ولكنها بتطلب الاذن منه، فبيقول ان هو هيفكر. بعدها الشركه بتوقع مع وانج الاتفاق بتاعهم بعد ما حل المشكله مع الصحافه، وبتكون كده اول مشكله اتحلت، وبعدها بتشوف اجتماع المصممين وبتخرج دان التصميمات بتاعتها واللي بيكون اسمها الاتصال الروحي، وبتكون فكرتها عباره عن الام والابنه او الاب والابن او الحبيب والحبيبه، وبتكون شايفه ان ليها علاقه بالام والابن اكتر. لما الرسومات دي بتروح عند جون بيكون متاكد ان هي اللي رسمتها وبتعجبه جدا، وبيطلب من كونج انه يبعت له نسخه من الرسومات دي، وبعدين بيروح يقعد مع المعلم بتاعه اللي بيكون صديق الكفاح،
بيكلموا عن البنت اللي معاه في الشركة وبيقول ان هو مش بيفهم في التصميمات، ولكن شايف ان البنت دي اكيد جواها شغف كبير جدا للشغل والتصميم. ولما بيرجع الشركة بيعمل اجتماع مفاجئ وبيطلب من كونج انه يجمع كل المصممين علشان يحضروا الاجتماع ده، وبالفعل بيجمع الكل. وبتبدأ دان انها تشرح التصميم وانه قريب جدا لعلاقة العائلة والاصحاب القريبين جدا من بعض. وبيقول جون انه معجب جدا بالتصميم، والمعلم بتاعه بيكون موجود وبيقول انه شايف كمستهلك الموضوع هينجح جدا، خصوصا ان عيد الام قريب. ولما بتيجي تعمل الخامات بتاعه الخاتم بتلاقي ان قسم التسويق جاب حاجات مش كويسة، وبيقول كونج انهم قصدهم يعملوا كده وهو مش فاهم ليه زهران بيحاول يخرب الموضوع. بعدين بتشوف دهان خرجت مع اصدقاء في الشغل وبيتكلموا انهم كانوا في سن صغير بيحتاجوا انهم يشتغلوا، وانهم كانوا بيصرفوا كتير جدا ولحد النهارده هم اللي بيدفعوا الايجار بتاعهم كل حاجه. وبعدين بنروح عند كونج اللي بيكون قاعد وبيتكلم مع جون وبيتكلموا عن المشاكل اللي بتقابلهم في قسم التسويق، وهي انهم مش عارفين يتحركوا براحتهم او يصمموا اللي هم عايزينه. وبيقول جون ان المشكله هنا في الحسابات، لان اعلى مبلغ ممكن يتحكموا فيه هو 1 مليون دولار، وده رقم قليل جدا، ولكنه بيوعدوا انه هيحل ده قريب جدا. بعدين بنروح عند السيد دانج، بنشوف ان العامل في الحسابات بتاعه هو بيعمل كل ده عشان يوقف المشروع بتاعهم، عشان يخلي امكانياتهم محدوده، وبالتالي يقدر ان هو يستحوذ على الشركه دي، وبتكون خطه عبقريه جدا منه. ولكن لما جون بيجي موظف الحسابات بيمشي بسرعه عشان ما يشوفوش. لما بيجي جون بيتكلم معاه بيقول ان هو شايف الميزانيه بتاعتهم صغيره جدا ومحتاج يكبرها، فبيقول ان مجلس الاداره هو السبب، وان هو حتى لو وافق على الموضوع ده مجلس الاداره مش هيوافق. بيطلب منه يمشي دلوقتي ويسيبه، وهو هيبقى يفكر في الموضوع بعدين بيرجع البيت بالليل وهو سكران لانه كان خارج مع باقي المديرين وعاملين حفله على الضيق. ولكن من حسن حظه ان اخوه بيكون هناك وبيطلعه على الاوضه بتاعته وبيخليه ينام. تاني يوم اخوه بيحضر فطار كامل، ولما بيصحى بيتفاجئ لان هو بقاله كتير ما اكلش اكل زي ده. وسط الاكل بيقول اخوه الصغير ان هو ممكن دلوقتي يتعامل بالفلوس زي ما هو عايز، لان هو هكر الحسابات بتاعه الشركه. فبيتعصب جدا عليه وبيطلب منه يوقف ده، لان لو حد اكتشف الموضوع ممكن يدخله السجن، وانه عارف انه بيساعده ولكن مش كده. تاني يوم بتوصل الاخبار لدانج ان جون رهن البيت بتاعه، وده بيكون معناه ان هو لسه مستمر في الموضوع وعايز يقوم الشركه باي طريقه، لكنه بيكون عايز يخرب بيت الاستثمار بتاع جون باي طريقه ممكنه، وبيطلب ده بان لان هي الوحيده اللي بتكون تحت سيطرتها حاجات من ممتلكاته. بعدين بنشوف دان وهي رايحه عند كونج وبيديها الخاتم اللي لسه نازل جديد بتاعهم، ووقتها بيقول كلمات والدتها كانت دايما بتقولها، وبتحس احساس غريب ناحيته لان هو اكتر حد بيفكرها بوالدتها. بتكون دي اول دفعه للخواتم الجديده بتاعتهم. بعدين بتطلع السطح عند لين زاهي وبيحب ان هو يبارك لها على الانجاز اللي هم عملوه، وانهم قدروا ينزلوا برضو الخواتم رغم الاعاقه الماليه اللي عندهم. لما بتخرج من الشركه بتقول في نفسها انها عايزه تشوف الخاتم وهو منشور في المحلات، ولكن لما بتروح حتى الفرع الرئيسي بتاع الشركه عشان تلاقيه كل اللي شغالين بيقولوا ان الكميه خلصت، وبتكون مستغربه جدا ازاي الكميه خلصت من اول يوم. وتاني يوم لما بتروح الشركه بتعرف ان في 10 قطع بس هم اللي اتباعوا، ودي بتكون حاجه غريبه لان هي لسه سائله امبارح. ولما بتروح الاجتماع بتقول انها امبارح سالت السوق وانما ما لقيتش ولا واحد، وان اكيد في حاجه غلط. فبان بتقول ان كده انت بتشككي فيا، ولو عايزه انت تمشي التسويق بتاع الشركه براحتك اعملي كده. فبتوافق، وبان طبعا بتتريق عليها لانها مصممه مش اكتر. فبيقول كونج ان دان واخده دكتوراه في اداره الاعمال، يعني مصممه وكمان تقدر تعمل شغلها. ولكن بقى دانج بيعمل تحدي، وهو ان الخسران مرتبه هيقل ورتبته هتقل كمان. وجون بيعمل ديل تاني غيره، وهو ان لو فريقه كسب هيتحكموا في اي حاجه هم عايزينها، اي مشروع جاي. وبيوافق دانج. طبعا اول ما بيخلص الاجتماع بيتعصب كونج على دان وبيقول انت ازاي تعملي كده، ولكن جون بيقول ان هو واثق فيها لان الفرص بتاتي من المخاطر، وهي كانت زمان بتبيع حاجات اساسا وهي عندها طريقه في البيع كويسه. فبيقول ان بان هو هيقدر يرجعها عادي جدا حتى لو نزلها في مرتبتها، وان الشهر اللي بعده هترجع عادي مديريه التسويق والمساعده بتاعتك. ولكن دان هتطرد. فبتقول ان هي مش مهتمه لحاجه زي دي، وان هي واثقه انها هتكسب، واصدقائها بيقعدوا معاها طول الليل يساعدوها، على عكس باقي التيم اللي بيكون كل واحد راح بيته. ولما بيخلصوا شغل وبتحاول انها تركب اي عربيه عشان ترجع بيتها، بتكون بان طلعت على المكتب بتاعها علشان تهكر الجهاز بتاعها، ولكنها بتفتكر انها نسيت مفاتيح الشقه. بتطلع عشان تاخدها. لما بان بتحس بيها بتحاول انها تهرب، ولكن بتنسى تقفل الكمبيوتر. فدان بتعرف ان كان في حد هنا ولكن بتكبر دماغها. تاني يوم بتحط كاميرا ولكن على هيئه دب عشان يبان ان هي زينه. بعدين بتشوف جون مع كونج ودان وهما بيتكلموا عن الدعايه الكبيره اللي بان بتعملها. فبيقول جون انه عمرها ما كانت بالدعايه الكتير او حتى المهرجانات، وان دايما اللي بيشغل دماغه صح بس هو اللي بيكسب. فبتقول دان ان هي عايزه تقول حاجه قبل ما تمشي، وان هي عايزه تشوف التسجيلات بتاعه كاميرات المراقبه بتاعه المكتب يوم التحدي، لان دينج قال صافي الربح مش الربح عموما. هتقول لي هو ده يفرق ايه؟ اقول لك لا يفرق كتير، لان لو صافي الربح يبقى لازم ننقص المصروف من العائد، يعني كل المهرجانات اللي هي بتعملها لازم يتخصموا من الربح بتاعها.
لان كل ده كان على دماغ الشركه. بعدين بنشوف بان وهي رايحه بالليل وبتقدر انها تهكر الكمبيوتر وتمسح كل الداتا اللي عليه، ولكن دان بتكون عارفه طبعا انها هتعمل كده واخدت كل البيانات دي نسخ على ارض تاني معاها. وبعدها بنشوف دعايات بان الضخمه جدا وان هي بتحاول تبيع على قد ما تقدر، وبتروح معلومات لبان انهم مش شغالين تماما وان هم قاعدين بس في المقر بتاع الشركه. بيكون لين زاهي قلقان جدا ان صديقته دان تمشي، وبيقول لها ان غالبا بان هي اللي هتكسب لان هي خبره في المكان هنا، وان زي ما انت قلتي المكان عباره عن اسود ونمور وشويه خرفان. فبتقول ان المره دي هي هتكون مجموعه من الاسود لان هي فاهمه هي بتعمل ايه، وبتقول ان هو ما يقلقش على اي حاجه خالص وان هي واثقه في نفسها. بنشوف ان دان فكرتها ان الناس هم اللي يعملوا الحاجه بذوقهم في المقر الرئيسي، واكيد الزبون اللي هيجي مرتين هيجيب معاه 5 والخمسه هيجيبوا 5 كمان وهكذا. جون بعد ما بيخلص شغله مش بينسى العمال بتوعه، بيروح يعمل صناديق غدا وبيوديها لهم على الشغل علشان يريحوا شويه من البيع للناس، وبيقول انهم بيعملوا اللي عليهم وان هو فخور بيهم حتى لو هم مش الكسبانين. وبيجي ميعاد اعلان النتيجه وبتكون بان كسبانه وبفارق 4 مليون مبيعات، فرق كبير. ولكن دان بتطلب منه يراجع الكاميرات وتقول ان هو قال صافي الربح واللي في ايده ده مش صافي ولا حاجه. لما بيراجعوا الكاميرات بيلاقي ان هو قال كده فعلا. بيطلب من المساعد بتاعه ان هو يراجع تاني الحسابات، ولما بيراجعوها بيلاقوا ان دان وكونج هم اللي كسبوا. فبيكونوا طبعا هيتجننوا، وبتكون بان مش قادره تستوعب هم ازاي قدروا يعملوا كده، وبيحتفلوا الشباب سوا بالمناسبه السعيده دي. وبعدين بتشوف المعلم ودانج في عشاء سوا بيتكلموا عن بيع الشركه، وبيقول ان هو كان رافض الموضوع ده زمان ولكن هو دلوقتي يقدر يفكر، ولكن مع عروض جديده لان هو شاف الشركه دي بتتبني من وهي طوبه واكيد هيكون عايز يبيعها باعلى سعر. وبنشوف بان وهي متعصبه جدا في مكتبها، وبتكون شينج صديقه دان رايحه عشان تجيب بعض الورق من هناك، ولكن بان بتتنمر عليها وبتوقع الورق على الارض وبتخليها تمضي وهي راكعه لحد ما بتعيط. ولما بترجع على مكتبها بتشوفها صديقتها فبتتعصب وبتروح عند بان وبتطلب منها تعتذر من صاحبتها. فبتقول لها اتجننت ولا ايه، انا اعتذر من الموظفه زي دي؟ فبتوريها الفيديو بتاعها وهي بتحاول انها تسرق الداتا بتاعت الكمبيوتر بتاعها، وبتقول انها تقدر تنزل الفيديو ده على كل جروبات الشركه. فبتطلب منها زي الشطره تجمع كل الموظفين تحتفل بنجاحهم وتعتذر من صاحبتها. الموضوع سهل بالفعل، فبالفعل بتعمل كده وبتروح وبتجمع كل الموظفين وبتقول انهم عملوا اداء خرافي وقدروا انهم يكسبوا بيه، وبتحيي الكل وبتعتذر من شينج لانها جت عليها جامد لما كانت متعصبه بسبب الخساره، وبتكون صديقتها مش مصدقه انها عملت كده لدرجه انها بتبوسها في خدها وبتسيب علامه روج عليه. وبتكون لازم دان تروح ورا جون بسرعه علشان يمضي اوراق، ولما بتروح ورا الجراج بيقول ان هو عارف انها هددت بان بفيديو. لما بتسال هو عارف منين بيقول ان كل حته في الشركه دي فيها عين وانها لازم تاخد بالها بعد كده. وطبعا بيكون في روج على خدها بيحاول ان هو يوريها فين عشان تمسحه، ولكنهم بيصوروه في الجراج والصور دي بتنتشر حالا في كل الجروبات بتاعه الشركه. فبيروح دانج عند بان بيقول ان هي غبيه وان هي لازم تتقبل الخساره لان الصور اللي هي اخدتها للمدير جون ممكن تاثر على الشركه في العموم. فبتقول ان هي ما عملتش كده، ولكنه طبعا مش بيصدقها وبيقول ان هي اكيد بتكذب لان ما فيش اي حد هيعمل كده غيرها. بتكون الشركه كلها بتتكلم في الموضوع ده وبيسالوا اذا كان جون على علاقه مع البنت الصغيره دي، وحتى دان لما بتشوف الصور بتكون مستغربه جدا وبتقول هو مين يعني اللي كان مجهز الكاميرا الموظفه والمدير بتاعها في الجراج. ولما بتطلع على السطح بتقابل زاهي صديقها وبيتكلموا في الموضوع وبيسالها اذا كان في حاجه ما بينها وبين جون ومش بيفهمها ان هو اخوه. فبتقول دي حاجه مستحيله وان هم بس كانوا هو بيمضوا على شويه ورق وهي كان على خدها روج وهو كان بيحاول انه يمسحه. ولما الخبر بيوصل عند جون تاني يوم بيقول ان هو مش مهتم يعرف حاجه زي دي، وان اللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز يصدق راجل محترم، ولكن هو اكيد مش فاضي نشوف مين بيحبه ومين بيكرهه والاشاعات اللي بتطلع عليه كل يوم. بعدين بنشوف دان وهي رايحه تختار الالماس بتاع الكوليكشن الجديد، ولكن تاني مره بيكون مش كويس وبتقول ان ده نفس الالماس اللي هي شافته المره اللي فاتت وبيكون مش عايز يجيب حاجه غيره. ولكن مديره الشاب ده بتيجي وبتطلب منه يجيب خامات جديده وهي اللي تختار منها. وبعدها بنشوف اجتماع لرؤساء الشركه وهم بيشوفوا حل لجميع المشاكل، وبيكون مشكله جون الازليه هي الفلوس لان الميزانيه متحدده جدا يعني. فبيقول ان هو هيفتحها لحد 10 مليون ويظن ان كده ممكن المشكله تتحل شويه. وبعدين بيحدد يوم فريق متخصص للتصميم بتكون دان هي الرئيس عليهم، والثلاثه اللي بيكونوا في التيم ده هم دان شينج وصاحبهم تاي. ولما بيروحوا يشوفوا المجوهرات اللي في السوق بتلاحظ حاجه غريبه، هو ان التصميم بتاعها اللي كونج باعه موجود في محل المجوهرات مع ان هي ما نزلتش التصميم ده، وبتكون مستغربه جدا ازاي التصميم بتاعها نازل السوق ومش الشركه بتاعتهم هي اللي عاملاه. تاني يوم التصميم بتاعها بيترفض ولكن مش بتاخده زي بقيه زمايلها. لما بتروح تساله بعد الاجتماع هي ليه الوحيده اللي التصميم بتاعها مرجعش، بيرن انه اكيد راح وسط الورق وانه هيبقى يشوف، ولكنها مش بتكون واثقه فيه وبتطلع عشان تراقبه. بالفعل بتشوفه في المطعم قاعد مع رئيسه الشركه المنافسه وبيتكلموا ومش بتقدر تشوف ايه اللي بيحصل لانها بتقعد وراهم. بنشوف ان الست بتطلب منه يجيب دان ويروح على الشركه عندها وانه كده هيكون افضل من انه يسرق التصميمات وياخد فلوس، وهي كده كده هتخلي المرتبات بتاعتهم مش محتاجين حتى الرشوه. وبعدها بتروح لكونج وبتواجهه وبتقول له ان التصميم بتاعها اللي هو اخده في اول يوم ليها في الشركه
شافته موجود في محل المجوهرات وبتسأله إذا كان ده مجرد صدفة، فبيقول إن أكيد يعني أمال إيه اللي حصل، أكيد أنا مش هبيع التصميم بتاعك. ولما بتقول إن هي شافته لما كان قاعد مع لوسي في الكافيه، بيقول يعني ده حاجة مش من حقها تعرفها، وإن هي كده كانت بتمشي وراه، وإنه يقدر يرفدها من الشركة دي حالا، وإن كل التصميمات بتاعتها اللي مش حلوة بيقطعها عشان مش محتاجين إنهم يشوفوها تاني. ولكنها مش بتكون مصدقاه، وبتقول إن والدتها أكيد مش هتحب اللي هو بيعمله. فبيقول إن لوسي كانت عايزاها تروح معاه ويشتغلوا عندها في الشركة، ولكن هو رفض. بعدين بتروح وبتقعد مع الشركاء بتوعها في التيم، وبتقول إن التصميمات بتاعتهم كويسة، ولكن لسه ناقصها شرارة هم محتاجين يعملوها، وهي اللي تجذب العميل، لأن كده التصميم بتاعهم مش أحسن حاجة. وبيفضلوا الثلاثة سهرانين طول الليل في الشغل عشان يعملوا تصميمات تنجح مع الزباين. وبتكون شينج رسمت سلسلة من الألماظ واللؤلؤ، وبتكون شايفة إن كده هي مكتملة، ولكن دان بتروح وبتقول إن كده في حاجة ناقصاها، وإن هي كده سلسلة اعتيادية جدا لأي حد غني، ولكنها عادي تشوف حاجة مش عند أي حد تاني. تاني يوم لما بيخلصوا شغله وبيودوا الحاجة دي عند كونج، بيقبل كل التصميمات ما عدا تصميم شينج، وبيقول إن هو معقد جدا، وبيطلب منها ترجعه وياخد الباقي عند المدير. لما بتطلب منه ياخد التصميم لأنها سهرت عليه الليل كله، بيقول إن الكلام ده مش في الشغل، وإن لازم لما ياخد حاجة للمدير تكون مكتملة. وطبعا يا عيني لما شينج بتاخد التصميم بتاعها بتسأل مين كمان أخدوه، مش بتلاقي أي حد من المصممين أخد التصميم بتاعه، وبتكون متضايقة جدا، وبتقول إنه قاصد يعمل كده معاها. فبتخفف عنها دان وبتقول له للمرة الجاية هيكون رسمها أحسن. بعدها بنشوف جون وهو مع مستر جيمس اللي بيكون عنده معارض عالمية لبيع المجوهرات، وبيعرض عليه إنه ينزل معاه في المعرض الجاي الكوليكشن الجديد بتاعهم، وبيوريه له بيفهموا فكرته إنه مخصص للأمهات والبنات، وإن الاتصال الروحي اللي ما بينهم لازم يتعمل على هيئة مجوهرات. بتكون الفكرة عجباه جدا، ولكنه بيقول إنه مش هيديله كلام دلوقتي لأن في مجلس إدارة لازم يرجع له الأول. لما بيسألوا عن المصمم بيقول إن هو مش مشهور، ولكنها بنت عندها شغف أفكار كتيرة جدا، وإنه لو اداها فرصة تكون في العالمية أكيد مش هتخذله. بتكون شياو مديرة العلاقات العامة وصديقة جون المقربة، لأن هو اللي كان بيصرف على تعليمها، متضايقة جدا لأن دينج بيقرب منها بشكل مبالغ فيه، ولكن هي مش حابة ده. فبيقول إن هي مديرة العلاقات العامة ولازم تهندل الدنيا. بعدها بيروح يقعد مع المعلم بتاعه يتكلموا عن أمور الشركة، وبيقول إن هو عايز يرجع يكون الرئيس على مجلس الإدارة ويمسك الشركة كلها، ولكن ده محتاج حركة كبيرة منه، هو مش عارف يعملها إزاي، ولكنه لسه بيفكر. وإن دانج هو دلوقتي اللي ماسك الشركة، ولكن هو عايز ياخد مكانه عشان دلوقتي دانج عايز يبيع الشركة كلها. وفي الاجتماع تاني يوم بيقول إن هو المدير على فرع واحد من فروع الشركة، ولكن هو عايز يكون مدير على باقي الفروع، وإن هو يترقى، لأن دلوقتي الشغل كله مش رايح على فرع إيفون بس، ولكن الباقي بيكونوا مش موافقين، وبيقولوا إنه من دلوقتي مدير عام، وإنه ماسك فرع، وإنه لازم يركز فيه وخلاص. وبيقول دانج إن من ساعة ما مسك مدير عام وحال الشركة مش أحسن حاجة، فبيقول إن ده مش سببه، وإنه ما ينفعش يتلام أساسا. وبيقرروا إنهم يعملوا اجتماع تاني عشان يشوفوا الموضوع ده. وبتحصل ضربة قوية للشركة، وهي إن التصميم بتاع الخواتم مش بيكون أعلى جودة، وبيتكسر بسرعة، وبيفقد المجوهرات بتاعته، وبيكون الناس اللي اشترت التصميمات متضايقة جدا من اللي حصل، وعايزين يرجعوا الحاجة بتاعتهم بنفس السعر. ويكون كل فريق التصميم مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، ولا حتى الإدارة. بيكون الكل قاعد على أعصابه لأن كده الشركة بتخسر وطلعت ترند في كل حاجة وحشة. وبيكون طبعا كونج متعصب جدا بسبب اللي حصل، وبيقول إن ده بسبب فريق التصميم، وإن هم اللي كانوا المفروض يتابعوا الموضوع مع المصنع، لأن كده دي مشكلة عندهم هم، وبيخصم منهم المكافأة الربع سنوية اللي كان المفروض ياخدوها علشان يسدوا العجز. ولكن بتكون دان شايفة إن في حاجة غلط، وبتروح تقعد مع المسؤول عن المصنع، وبيقول إن ده مستحيل يكون العيب من عندهم هم، لا، لأن هو دايما بيشرف على الحاجة دي، وبتكون أحسن حاجة في السوق كله. وبتطلب منه تنزل المستودع عشان تشوف عدد الخواتم اللي موجودة وتقارنها مع اللي في السوق، لأن في 150 خاتم بس نزل السوق. بتراجع جودة كل الخواتم الموجودة في المخزن، وبعدها بنشوف اجتماع عامله دانج لأن هو كان مسافر وسط الدربكة دي. بيرمي اللوم كله على جون، وبيقول إن المرة دي الشغل كله كان عنده هو، والعيوب عنده هو برضه، وإنه لازم يتحمل المسؤولية. فبيقول إنه بيحاول يحل الموضوع ده دلوقتي. وباقي المديرين بيقولوا إنهم لازم يعملوا لقاء صحفي ويرموا اللوم عليه، ويقول إنه هيتجرد من منصبه كمدير عام للشركة، وكده ممكن يوقف الهجوم اللي عليهم شوية. ولكن طبعا المعلم بتاعه بيكون مش موافق، وبيقول إن الحركة دي هتوقع الشركة مش هتحييها. والحاجة الغريبة إننا لما بنروح عند دان بنلاقي إنها كشفت على 150 خاتم وطلعوا كلهم كويسين، ولكن كل اللي يجي من المحلات والناس مرجعاه بيكون واضح إنه خامة مش كويسة خالص. لما بتوديه للمسؤول عن المصنع بيقول إن الشغل ده شغل أماكن يدوية، ويطلب الشرطة. بعدها بنشوف جون قاعد مع مستر جيمس بيتكلموا إن التصميم عجب جدا مجلس الإدارة، ولكن الفكرة إن الشركة بتاعته بتمر بأزمة، فبيقول إن دي حاجات سهلة جدا عليهم إنهم يحلوها، ولكن جيمس بيقول إنه مش هينفع يتشاركوا غير لما المشاكل دي تتحل. فبيوعدوا جون إن المشاكل دي هتتحل في أقرب وقت.
بعدها بيسافر لهونج كونج في ظروف غامضة من غير ما حد يعرف هو رايح يعمل ايه. دينج بيوصل لاتفاق ان هو يبيع الشركة المستثمر، وبتكون كل حاجة فعلا جاهزة خلاص عشان يبدأوا في عملية البيع، وبيكون الكل خايف من البيع لان كده حياته ما تتدمر، خصوصا دان اللي كل مخططاتها هتروح في الارض. ولكن فجأة وسط الاجتماع بيجي جون وبيوقف البيع وبيقول ان الشركة مش هتتباع غير على جثته، وبيخش بطاقم من الاتصال الروحي الكامل، وبيقول ان هو اخذ المركز الاول في مهرجان هونج كونج للمجوهرات، وان المصنع بتاعه ما كانش فيه عيب ولكن حصل غلط وتبديل للخواتم علشان يلفقوا تهمة للشركة. وبيخلي الناس اللي هو عمل معاهم شركات يطلعوا يتكلموا عن الارباح اللي هم عملوها، وان نصيب ايفون بس بقى 6 مليار دولار. وفي الوقت ده بيقول ان الشركة اكيد مش هتتباع بالخسارة. فبيقول دينج ان ده حصل بتصويت المديرين. فبيطلع جون المحامي بتاعه اللي بيقول ان تبعا للوائح الموجودة في الشركة اللي هم عملوها ده غلط ويحاسبوا عليه قانونيا كمان، وبكده الشركة هتفضل معاهم وبين ايديهم. ولكن بعد ما يخلصوا الاجتماع بيعرض المصممة الجديدة بتاعتهم وهي اريانا. بتكون اريانا قابلت دان قبل كده وهي طالبة، ولما دان علقت عليها وقتها رفض انها تشغلها معاها علشان شايفة انها متكبرة جدا. وبيكون دينج متعصب جدا بسبب ان المحامية بتاعته نسيت تقول على البنود اللي موجودة في العقد، وبيقول ان هو اهانه وسط كل الناس بسبب ان هو عارف القوانين وهو لا. وبيقول باقي المديرين ان هم مش فاهمين لحد دلوقتي هو ازاي جاب الفلوس اساسا عشان يشارك في مهرجان او حتى انه يجيب اريانا معاهم الشركة. وبعدها بنشوف جون وهو جايب اريانا عشان تعرف الفريق، وبيقول ان هو هيعمل حفلة بالليل عشان يرحب بيها، وبالفعل بيعمل الحفلة دي. ولكن اريانا ذات نفسها مش بتيجي، والحفلة بتكون للموظفين بس، وخصوصا طبعا صاحبة التصميم وهي دان اللي الكل بيرحب بيها، وبيقولوا انها اللي جت وانقذت الشركة. بعدها بيلعبوا لعبة وهي صراحة ولا تحدي. لما دان بتختار تحدي بيتحدوها انها ترقص مع جون، ولما بتعمل كده بيجي لين زاهي وبيشوفهم هما بيرقصوا سوا، وبيكون متضايق جدا خصوصا بعد الاشاعات اللي طلعت عليهم اساسا من فترة. وبعدها بيرن على اخوه عشان عايز يقول له ان دينج عمل النهارده تحقيق مع كل اللي في الحسابات، وبيقول ان هو هيراقب بعد كده كل التصرفات اللي موجودة هناك. ولكن بيكون جون ذكي جدا وبيراجع هو بنفسه الحسابات، ولما دينج بيتدخل في اللي هو بيعمله بيقول ان هو حقه يعمل اللي هو عايزه طالما الحسابات دي ممكن تأثر على شغله في الشركة. وبعد الحسابات دي كلها بيجي المساعد بتاعه وبيديله الخلاصة، وبتكون فيها حاجات ضارة ببان وكمان كونج. ولما بتروح بان عند دينج وبتقول ان هو لازم يلحقها، بيقول ان هي الغبية وكانت بتسيب حاجات وراها، وانها لازم تسيب الشركة وتقدر تاخد فلوس منه وتعيش حياته. ولكن اللي بيكون زعلان جدا هو كونج، وبيقول لجون ان هو كان فاكر اخوه، فبيقول ان هم فعلا اخوات ولكن ده شغل، هو ما كانش ينفع يعمل حاجة غير دي. وبعد ما بيودع كل زمايله بتتصل بيه لوسي وبتقول انها سمعت ان هو ساب الشركة، وبتكون من هنا عايزة تجيبه معاها. بالفعل بيروح عند لوسي علشان يبدأ شغل معاها، وبتقول ان هو لازم بأي طريقة جدا يجيب دان معاهم الشركة، وبتقول انها جابت بان عشان تشتغل معاهم وتحول التنافس اللي ما بينهم لقوة كبيرة ينافسوا بيها. وبيكون جون بيفكر ان هو يخلي دان مكان كونج وتكون هي مديرة قسم في التصميم. وطبعا بتكون اريانا مش موافقة على الموضوع وشايفة ان هو مجرد اعجاب بيها لان هو عمال يدخل كل التصاميم بتاعتها في اي حاجة عايز يكسب فيها. بعدها بنشوف ان كونج بيحاول انه يخلي دان تروح معاه الشركة، وبيلعب على العاطفة ان هي مش هتقدر تكسب اسم طول ما هي في الشركة عند جون، ولكنها بتقول ان هي عايزاه تفضل هناك لان هي دايما كانت بتشوف ان تانج مثلها الاعلى، والمثل الاعلى كان شغال هناك يبقى هي لازم تشتغل فيه. وبتشوف ان اريانا بقت هي مديرة قسم التصميم دلوقتي وبتخلي الكل شغال عندها حرفيا. ولما بتطلب من دان انها تجيب تصاميمها وتيجي، بتقول انها سلمت التصاميم دي للسيد جون وان هي مش هتخلي حد يدمر التصاميم بتاعتها. ولما بتحاول اريانا انها تهينها وتخليها تجيب كوبايه قهوه مكان اللي هي بتشربها، بتقول ان هي شغاله في قسم التصميم مش مساعده عندها وانها ممكن تطلب من الكافيه. ولكن بعدها بيحصل اجتماع ما بين جون واريانا وباقي التيم، وبتسال جون اذا كانت التيم كله تحت امرها، فبيقول من الناحيه النظريه ايوه. وبعد ما بيمشي بتطلب من دان تاني انها تجيب قهوه، ولما مش بتقوم بيحاول تاي ان هو يروح، ولكن اريانا بتقول ان هي طلبت من دان مش منه وانها كده بتعطل التيم كله. فبتقوم وهي عصره على نفسها ليمونه علشان تجيب القهوه، وهناك بتقابل شيعو اللي بتشوفها وهي بتعيط. فبتقول ان اريانا اكيد مش مديره سهله التعامل، ولكنها لازم تفتكر انها مش لازم دايما ترضي الناس حتى لو كان المدير بتاعها، وان هي لازم تطلع غضبها علشان غلط عليها كده، وانها لو عايزه اي حاجه ممكن تكلمها لان هي خبره في الشركه دي. واول ما دان بترجع الشركه وبتديها القهوه بتقول انها ما كانتش عايزه سكر، ولكن دلوقتي هي عايزه سكر. فبتقول ان ده مش من واجبها اساسا، وانها كانت بتجيبها كذوق منها مش اكتر، وان هي لو عايزه سكر تروح تجيب لنفسها. بعدها بنشوف شيعو وهي قاعده مع دانج وبيطلب منها انها في الاجتماع تخلي اسم دان على الترابيزه عشان يختاروها كمديره القسم التصميم بدل اريانا. وبالفعل بتعمل كده في الاجتماع لان هو عايز يعرف حاجات اكتر عنها، ولما تكون مديره قسم التصميم هيكون اسهل عليه جدا. وفي العربيه بتكون شيعو وراجعه مع جون بتقول ان دانج بيحاول يعرف كل المعلومات عن البنت عشان يضمها في صف، ولو اتاكد ان هي ملهاش علاقه بجون
وساعتها ياخدها في صفه، فبيطلب منها تساعده في اللي هو عايزه وبتمشي معاه لحد الاخر. وتاني يوم على الغدا بتروح شياو وبتسلم على دان، وبيكونوا اصحابها مش مصدقين انهم اصحاب، وبيقولوا انها لازم تستغلها لان هي قريبه جدا من الرئيس وهتقدر تخليها تاخد كل اللي هي عايزاه والمكافآت اللي هي تستحقها. ولكن لو قدرت تكسب قلبها، وبتكون هي مش عايزه تستخدم الوسيله دي، شايفه ان ده غلط. ولكن بالصدفه بعدها بتقابلها في المكتبه وبتطلب منها يروحوا ياكلوا سوا، وبالفعل بيروحوا مطعم صغير جنب الشركه علشان يتغدوا فيه. وبتقول انها كانت بتيجي المطعم ده اول ما جت الشركه لان هي كانت موظفه صغيره جدا مش زي دلوقتي خالص. وبتقول النهارده بتفكرها بيها وهي صغيره لان هي عندها حماس الشباب، وكمان شاطره زيها لما كانت في الجامعه، وان هي قدامها رحله طويله جدا في الشركه وهي شايفه انها تقدر تحقق فيها نجاحات كتيره جدا بذكائها وبشطارتها، وان هي لازم تعرف تختار الجانب بتاعها في الشركه بطريقه صحيحه، لانها لو ما عملتش ده ممكن تخسر حاجات كتيره جدا، وانها لازم تفهم اللي هي بتقوله ليها وتركز فيه جدا لان هي داخله في فتره صعبه الفتره الجايه. وبعد شويه تحقيقات من دانج بيعرف ان كان في ضابط معرفه ما بين دان والمصممه اريانا، وانها سابت كندا والشركه اللي كانت هتشتغل فيها بسببها ورجعت الوطن، وبعدها اشتغلت بقى معاهم، وان كل ده جون ما كانش يعرف عنه اي حاجه، ومن الواضح كده انها مش تبعه يعني. وبيطلب من السكرتيره بتاعته تروح تكمل شغلها وهو يفكر في الموضوع. وبعدين بيحصل اجتماع وبيجي دانج وبيسال عن سبب استبعاد الاسم دان من المؤتمر اللي هيحصل عن التصميم بتاع الاتصال الروحي، خصوصا ان هي اللي مصممه الموضوع اساسا ده كله. فبيقول جون ان هي عندها شغل اليوم ده، ولكن لما دينج بيسالها بتسكت، وبيسالها اذا كانت عايزه تيجي المؤتمر فبتوافق، وبيخلي شياو تكتب اسمها في القائمه. وبعدها اريانا بتروح ورا دان وبتقول ان هي كده تقريبا اختارت طريق المدير عشان تكسب المعركه معاها، ولكن هي مش عارفه ان مهما عملت مستحيل تكسب، وان هي هتمشيها من الشركه دي قريب. بعدها بيجي اليوم اللي المفروض يحصل فيه المؤتمر الصحفي اللي هيعلنوا فيه ان اريانا هي المصممه المسؤوله عن الاتصال الروحي، ولكن الكل بيكون جه ما عدا هي، وده بسبب انها عند الكوافير، وبعد ما بتخرج بيكون في ناس مراقبينها علشان يعطلوا حركه السير ويخلوها ما تروحش هناك، وبالفعل بيقدروا يعملوا كده وبيعطلوها حبه حلوين. بيكون المؤتمر لازم يبدا، وبيجي دانج بعد ما بيكون شغله خلص كلامه وبيقول ان اريانا هتتاخر، فبيقول دانج ان هو ممكن يستغل الوقت ده في ان هو يعرفهم على دان المصممه بتاعه الاتصال الروحي. وبالفعل بتطلع وبتتكلم عن نفسها وان هي عملت المجموعه دي علشان والدتها. وبالليل بتكون قاعده قدام مع نفسها وبتكون مش فاهمه مين اللي بيساعدها، هل هو جون ولا دينج، وهل دينج بيعمل كده بس عشان يدمر جون او هو فعلا مؤمن بيها، ومين فيهم اللي كان السبب فيهم ان والدتها يحصل فيها اللي حصل. وبيعملوا اجتماع تاني علشان يشوفوا اريانا هي اللي هتمسك مدير قسم التصميم ولا دان، وبيكون جون رافض تماما ان دان هي اللي تمسك لانه شايف ان هي فنانه ولكن مش هتقدر انها تمسك قسم زي التصميم لوحدها. ولكن بعدها بيتفقوا على اتفاق جميل جدا، وهي ان دان تتنافس مع اريانا مين فيهم اللي هتقدر تجذب انتباه الممثله بتاعت الشركه، لان العقد بتاعها قرب يخلص ولازم يتجدد، واللي هتقدر انها تعمل ده هي اللي هتكون قادره تمسك قسم زي التصميم. واول ما بتعرف دان الموضوع ده بتتخض، وبتحاول شياو انها تشجعها وبتقول ان هي مش في شهرة اريانا ولكن هي شاطره وتقدر تعمل ده. ولما بتسال هو ليه المدير بيساعدها بيقول ان الاجابه واضحه جدا، هي الفلوس، لان هو شايف ان معاها هيقدر يحقق ثروه كبيره جدا. بعدها دان بتقابل جون وبتقول ان كونج لو كان موجود فالكل عارف ان مفيش حد زيه يقدر يمسك القسم، ولكن من بعده هي شايفة انها الحق بالموضوع. وبعدها بيطلع زاهي علشان يقف معاها في السطح وبيسألها اذا كانت عايزة المنصب او لا، فبتقول ان هي عايزة ولكن مش عايزة كل الحروب اللي بتحصل دي علشان حتة منصب، ولكنها بتقرر انها تحارب علشان تقدر تاخد المنصب ده. ولما بتروح عشان تقابل جو الوكيل بتاع الفنانة بيخليها تقعد على جنب في الشركة علشان هو مش فاضي، ولكن اول لما بيعرف ان اريانا موجودة بيدخلها على طول وبيقول ان الفنانة الفترة دي مش رايقة خالص علشان تعمل اي عقود. ولما بتشوف دان اريانا معاه بتطلع علشان تتكلم معاه ولكنه مش بيكون عارفها فمش بيرد عليها، ولكن بتيجي شياو وبتنقذ الموقف وبتسأله ازاي بيعامل افضل مصممة عندهم بالطريقة دي، فبيقول انه ما كانش يعرف مين دي، وبياخده على المكتب عشان يتكلموا سوا وبيعرضوا عليه عرض انهم هيعملوا فيلم مخصوص عشانها عبارة عن سيرة ذاتية، ولكن بشرط وحيد، وان هي تلبس في الفيلم ده التصميم بتاعهم من المجوهرات. وبيبداوا بالفعل انهم يعرفوا كل التفاصيل اللي هي بتحبها عشان يبداوا في المشروع ده من حتى قبل ما هي توافق. وبعدها بتحصل مشكله في الالماسات الموجوده في المكان، وبيروح جون علشان يحقق في الموضوع، وبيروح مخصوص للوان المسؤول عن قسم الحسابات اللي بيكون ابنه تعبانه في المستشفى. اول ما بيتكلم معاه بيقول ان هو عارف ان ده مش وقته ولكن في حاجه غلط في الالماس، وبيقول ان هو كان سايبه على جنب دلوقتي علشان مش محتاجينه، ولكن اذا كان محتاجه فهو يقدر يشتريه حالا، فبيطلب منه يعمل ده بسرعه. وبعدها بيكون طبعا لوان كان عامل مصيبه في الحسابات وبيروح علشان ده ينقذه، وبيعملوا صفقه مع بعض، ودينج طبعا اللي بيكون طالع منها كسبان ولكنه بيكون عامل نفسه بينقذ لوان.
ولما بيجيبوا صفقة ألماس بيكون عددها صغير جدا ولكن جودتها عالية، وبيقول إنه لو عاوز كمية كبيرة يقدر يجيب، ولكن شايف إن الجودة أعلى هتكون أفضل بكتير، وبيخليه يمضي لأن مش عنده حل تاني، ولكن بيكون متضايق جدا إن هو أخد الكمية الصغيرة دي بالسعر الكبير ده. بعدها بتشوف محاولات كتيرة جدا من دان عشان تتقرب من الفنانة، ولكن كل الطرق بتكون مسدودة. بتقول للمدير ان الموضوع صعب جدا عليها لان اكيد المرة الجاية هتخلي الامن يبعدها عنها تماما. فبيروح لجون وبيطلب منه ياخد دان معاه لانه عرف انه هياخد اريانا معاه، ولكن حتى في المرة دي الموضوع بيفشل لان الفنانة بيكون مزاجها دايما مش رايق، والوكيل بتاعها بيوعدهم ان هو هيحاول معاها على قد ما يقدر. بعدها بتخرج دان عشان تتغدى مع زاهي اللي بيقول لها ان الفنانة هتحضر بكرة مؤتمر خيري ودي فرصتها علشان تتقرب منها، فبتقول ان هي خايفة، ولكنه بيقول لها ان الخوف هيمنعها من حاجات كتير، وبيقنعها انها تروح المؤتمر ده وتجرب حظها. وبيكون الكل مستنيها وبيضرب لهم ورقتين علشان يبانوا انهم من المصورين، وبيخشوا بالورق ده لحد الحفلة جوه، ولكن بيبان ان جون والمساعد بتاعه جايين معاها وبيكونوا معزومين على الحفلة زيها. وبيبدأ المزاد الخيري ب 250,000 وبتكون الزيادة كل مرة 10,000. وبيلاقي جون ان في لوحة هي عايزاها فبيكسبها مكانها، بس كل الناس بيجروا وراها وبيقول ان هو عايز يديها اللوحة دي كهدية لبدء الشراكة ما بينهم، ولكن برضه هي دماغها بتكون ناشفة ومش بتوافق على الهدية دي وبتقول انه مشكور جدا. اما الشباب بيروحوا وراها بتلاقي دان ان الفنانة مش وحشة من جوه او حتى مغرورة، ولكن هي شايفة انها كبرت في السن ولسه علاقتهم ما بقتش رسمية وهي متضايقة من الموضوع ده. وبيبدأوا انهم يحضنوا بعض وبيكون في مصورين موجودين في المكان بجد بقى، وهنا زاهي بيشوفهم وبيطلب من دان انهم يستغلوا الفرصة وبيساعدوهم علشان يهربوا من الصحفيين دول. وبعد ما بيساعدوهم بتاخد منها الورق اللي موجود فيه كل التصميمات بتاعتها وبتقول انها هتبص فيه وهتديها فرصة. ولما بيركبوا العربية بتقول ان البنت دي لها شغف كبير جدا وان هي انقذتها النهارده، ولكن هي على فكرة ما كانش عندها مانع ان العلاقة دي يكون الاعلام كله عارفها، وبتكون وقعت دان في البسين بسبب المصورين. فبياخدها الزاهي على البيت بتاعها وبيعمل لها مشروب سخن، وبعدين بيقول المكان ده اكيد مزعج جدا بسبب الجيران، وبيطلب منها تيجي تعيش معاه لان عنده اوضه فاضيه وهو يتكفل بالمصاريف بتاعه الايجار، ولكنها بترفض وبتقول ان هي عايزه تعيش مع نفسها افضل. ولما الفنانه بتشوف الرسومات بتلاقي ان الرسمه بتاعه الخاتم على احلى زهره هي بتحبها، وبتقول ان البنت دي فنانه فعلا وانها بتحب القطعه دي لان الزهره دي بتفكرها باول مره كانت سوا مع حبيبها، وبتقول انها تلبس القطعه دي في المهرجان. وبكده تكون دان قدرت انها تقطع نص الطريق في الشركه دي علشان تقدر انها تمسك منصب كويس وتقدر تعرف مين كان السبب في سجن والدتها. فما تنساش بقى تعمل سبسكرايب في القناه، تفعل زر الجرس وتدوس لايك عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. سلام.